نطلع جبال عشان نروح الماتش. ده معناه ان ماليش كرسي. اهلا بكل محبي الدوري الانجليزي اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. معاكم سلمى، والنهارده عامله فلوج مختلف تماما، في ليستات ومقالات وحاجات كتير قوي بتحاول تحدد ايه احلى اجواء واوحش اجواء في البريمير ليج. حتى نزلت ريل عن الموضوع ده، بس طبعا الموضوع ده مترتب على اراء الناس، صعب قوي نحكم بجد. معظم المقالات اللي بتتكلم في الموضوع ده لقيتها بتقول ان اوحش اجواء في البريمير ليج هم ملعب ويست هام، واحلى اجواء هي الانفيلد. انا رحت الاثنين وبالصراحه مش مقتنعه قوي ان اوحش اجواء هي ويست هام، بس لقيت صدفه ان يومين ورا بعض هحضر ماتش في ده وماتش في ده، فهاخدكم ونقرر احنا بنفسنا لو دي اوحش اجواء ودي احلى اجواء. فلو الفكره عجبتكم وعايزين حاجات من دي اكتر، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تحت جرس التنبيهات، وتقولوا لنا رايكم دايما في الكومنتات. دومي سي هلو. وكله طلب دومي، فاهو يلا بينا. انا ودومي دلوقتي في المحطة مستنيين احمد يجي عشان ياخد دومي عشان اروح على الاستاد، عشان استاد ويست هام من استادات الغلسة اللي بتطلب مني ادفع تذكرة كاملة لدومي مع انه قاعد على حجري، وانا دي حاجة مش مقبولة. وكده كده بفكر اعمل فيديو عن الموضوع ده وانهي استادات اللي غلسة في الموضوع ده وانهي لا، بس مستنيين احمد يجي من الشغل ياخد دومي وهتجه على الاستاد. اسرع طريق لاستاد ويست هام، بتخشوا جوه مجمع تجاري وبتتمشوا، وطبعا الدنيا زحمه قوي ومحدش عارف يتمشى. طبعا اكبر استاد في لندن للنوادي غير ويمبلي يعني، بس اكبر استاد في لندن، فدي حاجه كبيره. عاملين بقى احتجاج قدام الاستاد عشان الموضوع اللي كنت بكلمكم عنه، ان العواجيز قوي والبيبيهات قوي، بالذات البيبيهات يعني، بالذات وهو ما عندوش كرسي بيدفعوا فلوس كتير قوي، وده مش عادي وده مش موجود في كل النوادي، فالنادي ده من اوحش النوادي، فبيعملوا مظاهرات قدام الاستاد ضد الموضوع ده. بصراحه انا دايما بتبسط من الاجواء هنا يعني، بره الاستاد حتى بيبقى فيه موسيقى كتير، بيبقى فيه اكل كتير قوي يعني، انا بتبسط. انا فاهمه قصدهم جوه الاستاد وهوريكم ليه الناس بتقول عليه كده، بس الجماهير دايما بتكون لذيذه قوي معايا، هم متعصبين شويتين. انا لحد دلوقتي حاسه زي الفل بجد، بيشغلوا موسيقى، عندهم انواع اكل كتير كلها مش صحيه، بس يعني او كل الاستادات كده بجد عندهم اكل لبناني، اكتر ناس عندهم اكل مختلف. صراحه يا جماعه انا بفكر ابطل موضوع الانترفيوز ده، الموضوع مهين قوي بجد، الناس بتعاملني وحش قوي قوي، معظم الناس يعني، بفكر ابطلها. قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. انا اصلا شهادتي مجروحه شويه عشان انا كنت بحبهم عشان عندهم فطار، عشان قلت حاجه صحيه، بعدين اكتشفت ان شفشق الفشار اللي انا بشتريه فيه مثلا 1000 وحاجه سعره حراريه، يعني مش صحي قوي، بس ارحم من الحاجات التانية يعني. هو الاكل هنا اكنك رحت السوق اكل بجد يعني، في يوناني، في سمك، في بيتزا، في كل حاجه ممكن تفكروا فيها، في اصلا مشويات حتى، دي حاجه تديهم نقط بالصراحه. الموسم اللي فات كنت في الماتش ده وترقعوا 6 وقعدت في الماتش لغايه اخره والناس كلها مشيت، فان شاء الله ما يحصلش حاجه كده النهارده. طبعا الاستاد ده ما كانش معمول للكوره، كان معمول للاولمبيات اللي يلعبوا فيها جري وكل الحاجات دي، فعشان كده في مساحه ما بين الملعب والكراسي، مش زي استادات التانية، ودايما بيدوا ده سبب من اسباب ان الاجواء وحشه. وكمان في حته كبيره كده زي مسرح في النص هوريه لكم دلوقتي، ده برضو بيخلي الناس اللي قاعده فوق بعاد قوي عن الملعب، فبرضو بيقلل من اجواء الماتش يعني، على حسب المواقع دي. لقيت الفشار الحمد لله عملوا مقاس اصغر، فمش 1000 كالوري بس كتير برضه. لقد جبت الفشار، صغروا العلبة شوية وخلوه في علبة بدل كيس. هما بصراحة بيستغلوا المسرح ده ويجيبوا دي جي يعمل اجواء قبل الماتش يعني.
بيزوموا على داكلان رايس. في ناس بتسقف لداكلان رايس عشان هو راح يعني يحييهم، واللي حواليا قاعدين يقولوا لهم بطلوا تسقيف، ايه القرف ده وكده. بس انا حاسه يعني هو الراجل عمل اللي عليه معاهم، مش عارفه مالهم. الدنيا ابتدت تمطر علينا. ساكا قفش على البول بوي عشان ما ادالوش الكوره وهو اضطر يجيبها لنفسه. بصوا بقى الحركات القرف. زعقوا على كل حاجة، كل حاجة، كل اوت، كل فاول اوت، كل حاجة. والله اجواء زي الفل. بس تمبر لوحده، تمبر لوحده. لا حرام كده مزودين. لا هم بجد بيعدوا بمنتهى السهولة. أرسنال بيعدوا بمنتهى السهولة. معرفش ايه هتبقى 6-0 تاني يعني. طبعا الجماهير كلها سكتت. في شوية بيغنوا يعني. بس مرة أبدأ أغنية في الاستاد يعني، نفسي أعملها دلوقتي عشان حسام محبطين، بس هتكسف قوي عشان حاسة إن مفيش حد هيعبرني. ممكن مثلا لو معايا ناس واتفق معاهم، بس حاسة أنا لوحدي صعب. اديها لأوديجارد بجد. ثلاثة صفر والناس ابتدت تمشي. دي 34 بس هيرجعوا تاني يعني. بس قرروا بقى يروحوا يشربوا حاجة أو ياكلوا حاجة. الكلام كله بقى إن إدارة النادي ويست هام كانوا مدين لبوتاجي ماتشين عشان يحدد مصيره. هافرتس لوحده بقول لكم كانوا مدينه ماتشين عشان يضمن كاريره. الماتشين هما نيوكاسل وارسنال، اللي هو اصلا نيوكاسل في ارض نيوكاسل، اللي هو ماتش صعب قوي. كسبوا طبعا، بس الماتش ده معرفش. واحد بيشجع ارسنال. بيضربوا واحد هناك برضه. دمروا واحد هناك، دمروا واحد. ده بقى لسه متدمر. Guys, return to your seats, please. جابوا جول في وسط الملعب. خناقات كتير قوي. انا بقعد احذر الناس عشان كذا حد بيسالني ينفع اقعد مع جمهور الخصم؟ بحذرهم. Go back to your seats. Out, out, out. ست اجوان في 40 دقيقة. الماتش حلو قوي. الماتش حلو قوي والاجواء حلوة قوي.
هو ادى بنالتي خدش بالي هو ليه بنالتي. السبع اجوان في شوط واحد يعني. ايه الماتش ده بجد؟ في واحد جاي الماتش عادي لابس بابا نويل يعني. في الماتشات الزحمه في ماتشات ويست هام بيفتحوا ممكن الناس بقى تقف بره في نص الماتش، فطبعا للناس بقى اللي بتدخن وكده ده تحفه، بيطلعوا يدخنوا ياكلوا بقى يشربوا اللي هم عايزينه ويخشوا تاني. فدي حلوه عشان بتخلي الدنيا مش زحمه قوي جوه ما بين الشوطين، بتوزع الناس. والله العظيم يا جماعه اجواء حلوه قوي. حرام في ناس كتير قوي مشيت من الماتش وعايزه تخش تاني، مشيت في 4-0 وعايزه تخش تاني ومش عارفه تخش. الساعه 8:30 الصبح يوم الاحد، ووريتكم امبارح طبعا اجواء اللندن ستاديوم اللي معظم الكلام بيقولوا انه من اوحش الاجواء في البريمير ليج، وانا مش متفقه مع ده. وريتكم امبارح الاجواء، دلوقتي هنتجه على ليفربول وهم بيلعبوا السيتي عشان تشوفوا احلى اجواء في البريمير ليج طبقا للاراء دي. دلوقتي طبعا اللي شاف الفلوج اللي فات هيشوف ان انا وقفت في القطر او قعدت على الارض يعني بعد شويه الطريق كله، فرحت لهم المره دي وقلت لهم لا بصوا انا مش عايزه اقف الطريق كله ومش عارفه ايه. راحت قايله لي ما تقلقيش خلاص انا هحجز لك كرسي. جالي رساله بريديه بتقول ان القطر بتاعي اتلغى، فاني محتاجه اخد يا القطر اللي قبله يا اللي بعده، فده معناه ان ماليش كرسي. فهنشوف بقى القصه دي لما اوصل. حاسه بقى ان انا عمري ما كنت قادره وبشجع ليفربول وصلاح اكتر من النهارده. بيلعبوا مان سيتي وانا عايزه ليفربول ياخدوا الدوري. كابتن صلاح في الفانتسي، قاعده مع جماهير الانفيلد فبراحتي اشجعه براحتي، ولابسه تي شيرت صلاح فيعني وعايزه يجدد عقده، فيعني في مليون سبب مخليني النهارده عايزه صلاح يجيب هاتريك يا رب. حاجه لذيذه قوي بالصراحه، مش عارفه هم ايه بجد. انا عارفه ان التسويحه دي ملهاش علاقه بالاجواء بتاعه الماتش، بس بجد نكد يعني. بنفضل بقى واقفين هنا مستنيين يقولوا انهي رصيف القطر هيجي عليه، وبيقولوا قبلها على طول، وكله بيعمل سبرنت على الرصيف عشان في عربيات معينه الكراسي مش محجوزه، مع اني كنت حاجزه كرسي بس هضطر اقعد في واحده من مش محجوزه عشان هم لغوا القطر بتاعي يعني. فتسويح على تسويح. طيب يا جماعه، بعد اكبر سبرنت عملته في حياتي قعدت في القطر، بس حاسه بتأنيب ضمير رهيب اني قاعده وناس كتير واقفه. فكل اللي حواليا قلت لهم لو عايزين تبدلوا معايا وتقعدوا ممكن نقعد نبدل، بس الحلو ان المفروض يعني اني اعرف اخد ريفاند. هيقرفوني عشان يرجعوها، يقعدوا يخلوني ابعت حاجات بالبريد، بس مش مشكله هقدم كده كده. يا جماعه قطري في الراجع اتلغى، انا مش عارفه هم ازاي شايفين ان ده مقبول بجد. متعصبه جدا مش عارفه اعمل ايه، سحلوني وتروني بيبوظوا اليوم، حاجه تقرف. وصلت ليفربول، مأساة بجد، وبتهيألي هتمشى للاستاد يعني. مش حاسه ان انا هلاقي اي حاجه. فاضل اقل من ساعه على الماتش، لا فاضل اقل من ساعتين على الماتش، بس انا لسه لازم اعمل انترفيو فهتجه. تمشيه ساعه بس انا بمشيها بسرعه، بس بحاول اركز في الطريق عشان هرجع نفس الطريق بعد الماتش، وهرجع جري عشان الحق القطر بدل قطري اللي اتلغى، وساعات النتورك بتبقى بتخرف. ربنا يستر. يا جماعه هو احنا بنعمل هايك يعني، احنا بنطلع جبال عشان نروح الماتش. اعتقد بس مش متأكدة ان ده استاد ايفرتون الجديد. وصلت يا جماعة الاستاد اهو. يلا بقى احاول الحق اعمل انترفيوز. ودخلنا الاستاد الحمد لله. بصوا الزحمة، عايزه اجيب اكل عشان جعانه قوي، واخر ماتش زي ما شفتوا في البلوج الاكل خلص في هاف تايم، فهحاول الحق المره دي. غنوا ان مانشستر مليئه بالهراء. اوه مانشستر. برجر فراخ ب6.5. انا قاعده في الستاند الجديد بقى فوق قوي قوي قوي، لازم اوريكم الفيو. And we come from Liverpool. Ale, ale, ale.
and we come from Liverpool. بصراحة مش ملاحقة آكل عشان بغني. أجواء جبارة. بلا شك أعلى صوت استاد بلا شك. I wanna be in that number when the legs go marching. Have you مستحيل من غير مايك اعمل الفلوج ده. حق ربنا ليفربول احلى اغاني في الدوري الانجليزي ان ما كانش في العالم. كل لاعب بيعملوا له اغنيه روعه. الولد اللي قدامي بيزعق لاي حد يقعد وما يشجعش، ده يوريكوا قد ايه ما بيسكتوش بجد. لما تشوفوا حاجه بتتبني، فلما تتبني تحسوا انها معموله من ليجو. انا ده احساسي باللي انا قاعده فيه، وبيتهز كده تحتيه وفوق قوي فمرعب جدا. لا 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 لوسياس كومالاكاس and he plays وشي على ليفربول، مش عايزه اقر بس يعني. Down the wing, Salah, the Egyptian king, Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the wing, Salah. بس مش شايفه حتى الساعه. شكل في حد هيجي يزعق لهم عشان واقفين. بصوا هم مش راضيين يقعدوا. هو بقى في مكان معين للوقوف، بقيه الاماكن ممنوع تقفوا فيها. طبعا كله بيقف لما بتكون في هجمه يعني، بس الثلاثه دول قاعدين يقفوا الماتش كله ويزعقوا للناس انها تقف. وطبعا في ناس كبيره في السن قاعده، فالراجل جه هزقهم. الاثنين اللي قدامي قلالة الادب قعدوا يزعقوا للراجل، قالوا له جيب شغلانه عدله جيب شغلانه عدله. لا هم بجد قلالة الادب. Luis Diaz and he plays for Liverpool. كانوا بيغنوا حاجة على مامة فودن، مش مجمعة ايه، بس يعني قلة أدب. فودن قاعد يهبل بس اتقطع المرة. And then watch him score. Then pass the ball. Come as you like. ازاي سيتي بقى وحشين كده بجد؟ وحشين قوي 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 في كل حاجة، في كل حاجة في الكورة يعني. دفاع، مساحات، حلول، تخليص، كل حاجة. عايزة برضو أقول حاجة، إن أجواء الماتش بتفرق قوي 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 حالة الماتش. يعني لما فريق يبقى خسران عادة الأجواء ما بتبقاش أحلى حاجة، لما بتبقى كسبان بتبقى أحلى كده يعني. فبرضو ما ينفعش نحكم من ماتش واحد وخلاص. يعني برافو بجد، مش عارفين يخرجوا بالكورة خالص. بيلعبوا الكورنرات القصيرة دي. باصلا يزودها شويه يعني، بيعمل غلطات كتير قوي، بس يعني كل لمسه عليها حساب كبير قوي يعني. اهو سبوسلاي خلاص اتلغى.
بدأ الشوط الثاني اهو. ده بدون سبب. فجأة في وسط الملعب. طويل قوي، واحد واقف 24 ساعة، مش عارفة ده ايه. كل بني آدم في الاستاد بجد، ودي حاجة ما شفتهاش في كل الاستادات، كل بني آدم في الاستاد مركز في كل كورة وكل باص، يعني لدرجة ان سوبوسلاي عمل كورتين مثلا ورا بعض غلط، اتشتم كمية شتايم في الكورتين دول، بس يعني كل لاعب تقريبا عنده أغنية بتاعته، دي برضه مبهرة بجد. قلتها كل مرة عملت فلوج هنا، ان لو غمضت عينك هتعرف كل حاجة بتحصل في الماتش من أصوات الناس. سوبوسلاي زودها شوية، يعني بيعمل غلطات كتير قوي، بس يعني كل لمسة عليها حساب كبير قوي. يعني تسقيف على اوت مثلا رهيب. and he plays for Liverpool la 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 and he plays for Liverpool, he came for Porto, the Egyptian king. حتى وهو ضيع، يعني اول ما بيضيع بيغني له دي. وانا فاكره مره قبل كده كان ضيع بينالتي وقعدوا يغنوا له، هو بتضيع بينالتي الماتش اللي فات اصلا، بس قصدي عامه حتى لو ضيع بينالتي مهمه بيغنوا ان هم عايزين يقعدوا في مسجد وان هم هيكونوا مسلمين. دي الاغنيه يعني عشان صلاح. هو الراجل ده اللي قاعد يغني الاغنيه بتاعت المسجد. وعمل كميه شغل وفي الاخر ضاعت، بس تقريبا دي قصه حياه دوكو، مش هو اللي ضيعها بالصراحه، بس يعني عامة يعني كده ان دوكو ده مثلا في المدرسة كان جامد قوي، هو بجد جامد، بس هو وبعدين يعني هستفيد ايه من الحركات دي يعني. بس مش عارفين يعملوا حاجة برضه. ليفربول ليفربول ليفربول. يا رب يا رب. طيب يا جماعه انا دلوقتي جريت 30 دقيقه في الشارع، فاضل 20 دقيقه عشان الحق القطر، يا رب الاقي مكان اقعد فيه عشان افيص. بس كده يا جماعه بعد يومين شاقين 50 دقيقه سبرنت. هو انا بعرق بشر، يعني انا لبسي بجد بيشر، بس الحمد لله لحقت القطر ولحقت كرسي كمان في القطر، فده حوار. انا الصراحه بستغرب جدا الناس اللي بتقول ان استاد ويست هام ما فيهوش اجواء كويسه، لاني دايما بشوف كده، بس هو المشكله ان الانفيلد غير بجد. الانفيلد حاجه مبهره في العالم كله، عمري ما حضرت حاجه كده، وكل ماتش بروحه بيكون كده يعني. بس انا حاسه ان كلمه الاجواء دي صعبه قوي تتقاس لو على الدوشه والصوت، ودي طريقه كبيره قوي بيقيسوا بيها. فعلا انفيلد مبهر حتى لو عدد الناس اللي جواه اقل من استادات تانية، الصوت مش طبيعي. بس بجد كل استاد ليه حلاوته سواء كان في اي درجه. بس انتوا برضو قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديوهات اللي بتقارن ما بين حاجتين، عشان ناوي اعمل منهم اكتر. ويلا بينا نروح على لندن بقى، قدامي لسه مشوار طويل قوي. ولو بتحبوا الحلقات دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا جرس التنبيهات، وتقولوا لي دايما رايكم في الكومنتات. باي باي. بصوا التيشيرت والله اصلا مبسوطه قوي بيه، طبعا في البرد مش بتبان قوي بس هيوريتها لكم.